عايز اقول لك بس على معلومة تكون عندك دراية بيها، خصوصا للناس المبتدئة. لما بتسمع عن رحلة صيد جر وجيج وتسقيط، مش عايزك بس الحماس ياخدك جدا في ان انت هتعمل كل الكلام دوت في الرحلة، وخصوصا لو الرحلة 36 ساعة او 72 ساعة. انت ما عندكش ولا الطاقة البدنية، تمام، ولا هتقدر تشيل كل المعدات ديت، لان كل طريقة صيد من دولت ليها معدات خاصة. فما تحاولش انت تطلع وتقول ان انا هشتغل الثلاث حاجات دولت. هي في الاغلب الرحله بتبقى تسقيط اكتر من اي حاجه تانية، سواء جيجنج او جر. الجر بالنسبه له هنا هو ما اكدبش عليك، هو مجرد ما اتحرك من المرسى او المارينا او السقاله لغايه الطرحه اللي انتوا هتبتدوا تصطادوا فيها تسقيط. ممكن تجر في الفتره دي، لكن انت وحظك ممكن تعدي على بريمه، ممكن تعدي على جرف، ممكن تعدي على شعبه. لو انت في الحاله ديت وعايز تجر، فانت اخرك هات ايه؟ لنسه ورابالة، ويا دوبك ارميها وسلي نفسك. لكن انت مش ماشي في المكان المظبوط لشغل الجر، فلازم تبقى عارف ان شغل الجر ليه وقت وليه حالات خاصة. بالنسبة لصيد الجيجنج نفس القصة، هو اخره نص ساعة. ممكن يقف لك على شعبة، ممكن يقف لك على جرف، تطلع سمكة او ما تطلعش. لكن صيد الجيجنج ليه اماكن معينة، وقد تختلف اماكن التسقيط بعيدة كل البعد عن اماكن الجر واماكن الجيجنج. فده قصة تانية، وقت وجاز على صاحب المركب وعلى الرئيس نفسه ومجهود. فبس خلي بالك ان انت ايه، لما يقول لك رحلة جر وتسقيط وجيجنج، فاعرف ان هي رحلة تسقيط. والله الحاجة عندك وعايز تجيبها، اتفقت مع الرئيس ان هو يقف معاك في طرحة، وكل الفريق اللي معاك اللي هو المجموعة، سواء بقى العدد 6 افراد او 8 افراد او 9 افراد، وافقوا مفيش مشكلة. ما وافقوش، فانت ايه، ما تتعبش نفسك وما تشتريش حاجات كتير او ما تاخدهاش معاك من اساسه، وركز في حاجة واحدة وان شاء الله ربنا يكرمك. السلام عليكم.